السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا الفيديو ده تكملة للفيديو بما السابق. كانوا يكسبون من عمل صالحا. تكملة للفيديو السابق، وهو بعد ما شرحنا مكونات علبة الجهاز وحضرتك استلمته واستلمت الحاجة اللي شرحت في فيديو مكونات العلبة. الفيديو ده طبعا حضرتك بتستلم الجهاز على السوفت اللي قبل الجديد اللي عليه الاضافات، بيبقى بالشكل ده. احنا رافعين السوفتات على الجروب للبالانس 8800 برو ماكس والكينج ستار 9900 فيرجن 2 والفيجن 7700 الترا اتش دي. بتختار شوف الجهاز اللي حضرتك اشتريته وبتخش على منشور او البوست اللي فيه السوفت بتاعه وبتدوس على اللينك تحمله، وبعد كده بتنقله على الفلاشة وبتركب الفلاشة في الجهاز. وبعد ما بتركب الفلاشة بتخش على منيو، بعد كده الضبط او اعدادات، تخش على تحديث، بتختار تحديث يو اس بي، بتختار تحديث يو اس بي. بعد ما بنختارها بندوس اوكي، تفتح معانا بالشكل ده. هندوس اوكي تاني كده فتحت الفلاشة قدامنا. طبعا حضرتك بعد ما نزلت الملف وحملته على فلاشة عارف مكان السوفت اللي حضرتك نزلته الخاص بجهازك، اذا كان بالانس، اذا كان كينج، اذا كان فيجن. بتختار السوفت بتاعه وبيبقى على الفلاشة بالشكل ده كده، بتقف عليه زي ما انا واقف عليه باللون الاصفر كده وبتدوس اوكي. ومجرد ما تدوس اوكي ما تجيش ناحية الجهاز الا لما الجهاز ياخد السوفت ويقفل ويفتح. بسم الله كده دوسنا على السوفت اوكي. بعد ما يسحب السوفت ده هيفتح على الشكل الجديد والاضافات اللي هي يو تي في، سيرفر نوفا، سيرفر بالانس، سيرفر اكشن، سيرفر دراجون. وهيفتح معاك بالشكل الجديد باللانشر الجديد الجميل الانيق. طول ما هو بيسحب السوفت ما تلصمش الجهاز ولا تشيل فيشة الكهرباء الا لما يطفي ويفتح لوحده، عشان ما يحصلش معاك مشكلة وانت بتحدث السوفت عن طريق الفلاشة. الفيديو ده ازاي انك تحدث الريسيفر بالفلاشة بأمر الله. الفيديو اللي جاي هيبقى ازاي تحدث الريسيفر عبر الانترنت وشرحها، وازاي هتنزل ملف قنوات معاك خطوة خطوة، وبعمل لك كل خطوة في فيديو لوحدها عشان ما تتوهش او يكون الشروحات كلها في فيديو واحد وما تستفادش منه حاجة. كل الشروحات ان شاء الله تنزل على قناة الدعم الفني لسيرفر نوفا مع فريق العمل المعروف. هتلاقي كل اللي حضرتك بتسأل عنه اجاباتك كلها على القناة بأمر الله. ده تاني فيديو اللي هو ازاي تحدث بالفلاشة. السوفت بيسحب مع حضرتك او مسح الذاكرة وبحدث الفلاش هيخلص وهيقفل ويفتح. مانيش عايز اقص حاجة من الفيديو عشان تبقى حاجة كل حاجة قدام حضرتك خطوة بخطوة، عشان ما تعملش حاجة غلط وتقابل مشاكل لا قدر الله. الجهاز شغال مع حضرتك، بيسحب السوفت وهيفتح معانا على الشكل الجديد. والإضافة الكبيرة والنقلة الكبيرة لخاصية اليو تي في، النت عندك ضعيف، النت بطيء، هيختار وحدد سرعتك مع نفسه كده. سحب السوفت
وقفل الجهاز وانا ما لصمتوش وفتح. كده اللوجو الجديد مع السوفت اللي اديناه للجهاز، اللي هو السوفت الجديد اللي نازل، فتح بنفس الشكل ده وباللوجو ده. تدعى إلى كتابها. السوفت مدمج بملف قنوات، بس ملف قديم. انا رفعت الملفات الجديدة على الجروب، اللي حضرتك حابب تنزله منهم نزله. كده احنا فتحنا الجهاز، اخد السوفت بالفلاشة، وهنخش نشوف لانشر الجديد. شكل انيق، اضافة يو تي في، اضافة نوفا، اضافة اكشن، اضافة بالانس، اضافة دراجون. عندك الايقونة الاولانية دي للتركيب، التانية ديت لتعديل القنوات او النقل او تحرير او المفضلة. النوفا، الام تي في، اليو تي في اسف، الاكشن، البالانس، دراجون، ابلز، اليوتيوب، الضبط، النتورك. كده موضوع شرح الفيديو النهاردة انتهى. انتظروني في الفيديو القادم بأمر الله. طريقة تفعيل السيرفرات، وطريقة تفعيل الشيرنج، وطريقة إضافة ملف قنوات. لو الشرح مبسط وعجبك، اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس عشان الفيديو اللي ينزل حضرتك يجيلك إشعار به وتتفرج عليه وتستفاد. سايب لكم روابط الجروبات في الديسكريبشن تحت، وصفحتي الشخصية. عندك تعليق، اشترك معايا في الفيسبوك على الجروب الرسمي لفريق دعم سيرفر نوفا. اي تعليق او اي استفسار هنرد على حضرتك. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. طريقة تفعيل السيرفرات وشرح اضافة ملف قنوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.